سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بيكم. آه، مش عارف ليه الأيام دي تذكرت مواقف حصلت في الماضي، وكأن الزمان يعود نفسه. أتحدث عن من قال عنه السادات: أرجل من أنجبت الأرض، هواري بومدين، رئيس مجلس ثورة ورئيس دولة الجزائر الحبيبة. مواقف كتير جدا يذكرها التاريخ لهذا الرجل، لا تتمثل في شخصه بل تتمثل في الجزائر ذاتها، الجزائر نفسها. رئيس هواري بومدين من أصدق وأرجل من أنجبت الأمة، والجزائر تحديدا من الدول صاحبة الموقف أو المواقف، عندما تتعرض الأمة صاحبة الموقف التي لا تنسى. في أكتوبر 73 كان الرئيس هواري بومدين تقريبا يوميا يتصل بالرئيس السادات الصبح يطمئن على سير المعركة. وتقريبا يوم 10 أكتوبر 73 لم يتصل هواري بومدين بالسادات كالعادة. فالسادات اتصل، طلب السكرتير بتاعه: هو الرئيس هواري بومدين ما اتصلش يا حافظ؟ قال له لا والله يا سيادة الرئيس ما اتصلش. فغاب. تاني يوم الساعة 6 الصبح أو 7 الصبح فوجئ الرئيس السادات بتليفون مين؟ الرئيس هواري بومدين بيكلمك. طبعا السادات رفع سماعة التليفون: ايوه يا سيادة الرئيس. قال له: انا بكلمك من موسكو، انا بكلمك من موسكو. خير يا فخامة الرئيس؟ قال له: بلغ وزير دفاعك يشوف طلباته ايه وايه المطلوب للسلاح، عشان هيكون عندك خلال ايام. السادات طبعا ازاي يا سيادة الرئيس؟ قال له: شوف وزير دفاعك وشوف اللي ناقصك ايه. قال له: انا اللي ناقصني مدرعات باسلحتها. اتاري هواري بومدين اختفى لمدة 24 ساعة في رحلة سرية لم يعلم بها إلا مرافقيه، بعد أن فتح بنوك وأوقف التنمية في الجزائر وفتح البنوك وخد 200 مليون دولار وسافر بيهم على روسيا وحط لهم على الترابيزة. قال لهم 100 مليون دولار سلاح لمصر، 100 مليون دولار سلاح لسوريا. الغريبة إن في التوقيت ده توقيت شتوي، الا انه الروس قالوا له: طب خلاص تمام اتفضل واحنا نبعت. قال لهم لا. فضل واقف في المينا الروسي السوفيتي ايامها لحد ما اطمأن على الشحن وشاف الشحن بعينه. وانتوا الله اعلم يعني اجاركم الله من برد روسيا طبعا. فضل واقف على رجليه لحد ما حمل الاسلحه عشان توصل لمصر وسوريا، بالإضافة إلى سرب الطيران وسرب المدفعية والدبابات اللي كان بعتها. مش عارف ليه تذكرت الوضع ده اليومين دول، وبدأ يهب عليا الهواري بومدين، وكأن الجزائر تحولت كلها بالنسبة لي لهواري بومدين. صحيح. عند الحارة زي ما بيقولوا السودانيين تظهر معادن الرجال. الجزائر بتعيد نفس الموقف وبتعلنها وبصراحة. وبالمناسبة أنا واثق إن لو احتاجت مصر الجيش الجزائري بالكامل بكل معداته، طبعا هو من أقوى الجيوش اللي موجودة، هتكون في خدمة العروبة وفي خدمة مصر. طبعا أنا مش عايز أقول لكم سيادة الرئيس سادات كان بيقول كده على هواري بومدين، وأنا شخصيا يعني حبي للهواري بومدين حب ملوش حل يعني.
يعني يمكن عشان كلمة هواري يمكن، لكن هو مش عشان كلمة هواري، هو نموذج للرجال اللي أنجبتهم الجزائر، وستبقى الجزائر منجبة للرجال. أنا سعيد جدا بالموقف اللي عاملاه الجزائر، وحاسس إن إحنا لو حصل وتوحدت هذه القوة، مصر، الجزائر، السودان، قادرين على امتلاك كل خطوط التماس في أفريقيا. كل التحية والتقدير لهذه الدولة ولهذا الشعب قيادة وحكومة وجيشا. تحياتي.